من ضمن الاخطاء اللي بيقع فيها المبلطين وهم شغالين في اعمال تركيب السيراميك او البورسلين هو تجريحه بالمسطرين في السيراميك وهو بيركبه. الصنايعي عشان يظبط البلاطه جنب اختها بعد ما يفرد المونه تحتها بيحتاج يخبط او يدقق عليها عشان يظبط الوزنه بتاعتها. فالصنايعي التعبان واللي ما عندوش ضمير بيخبط عليها بسن المسطرين اللي بيقلب وبيحط بيه المونه فيجرح السيراميك بتاعك او البورسلين. والصح انه يخبط عليها بظهر المسطرين اللي بيكون من الخشب او يستخدم مطرقه رابر مخصصه لكده. تخيل جايب بورسلين اماراتي او اسباني بالشيء الفلاني وبني ادم يجرحه لك وهو بيركبه بكل سهوله عادي كده. فخد بالك كويس جدا، والصنايعي الشاطر هتعرفه وهو بيشتغل. طيب فاكر مرحله قد المباني؟ بنقد متماج او اتنين ونستلمه الاول من الصنايعي وبعدين نقول له شد خطان اسمها خطان السواعي وكمل في البنيه بتاعته. هنا نفس الفكره وانت بتركب سيراميك على الحائط. الصنايعي لازم تستلم منه رصه اول صف من السيراميك وهتشيك على الزوايا في الاركان 90 درجه بالملي. هتبص على اماكن غلاءات بعد ما حددت له المكان اللي هيبدا منه، وكمان تشوف وزنه السيراميك وعلاقتهم مع بعض. وخدها قاعده كده مني، علب الكهرباء في المطابخ والحمامات بتكون حره، ما تخليش الكهربائي يثبتها عشان الصنايعي وهو بيركب السيراميك يقدر يرحلها يمين او شمال ويحطها في المكان اللي هو عايزه عشان علاقتها بالنسبه للبلاطه ما تبقاش مؤذيه للعين وما تجيش في بلاطه الديكور. وافضل مكان ليها لما تيجي في اول البلاطه من تحت او من فوق، يمين او شمال، المهم تكون عند السوكه بالظبط او في عكس البلاطه بالظبط متسنطره في النص. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.